تيجي احكي لك موقف جميل من مواقف هزار وضحك النبي مع الصحابة. كان في صحابي اسمه زاهر عايش في البادية زي القرى دلوقتي، وكان بيجي المدينة يبيع حاجته في السوق. وفي يوم من الأيام وهو بيبيع حد حضنه من وراه وخبى عينيه وقال: من يشتري مني هذا العبد؟ زاهر اتفاجئ، وبعدين لما عرف إن اللي بيهزر معاه ده هو النبي صلى الله عليه وسلم فرح جدا، لكن من تواضعه قال: إذا تجدني كاسدا، يعني محدش هيشتريني. ساعتها رد عليه النبي بكلمة تساوي الدنيا وما فيها: ولكن عند الله لست بكاسد، يعني عند ربنا قيمتك كبيرة قوي. بص بقى، انت ممكن تكون شايل هموم، مسؤوليات، ضغط الشغل او قلق من المستقبل، ومن غير ما تحس بتدخل بيتك مكشر في وش اهلك، او بتتعامل بحدة مع الناس او حتى مع اصحابك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان شايل هموم امة كاملة والمسؤول قدام ربنا عن دعوة الناس، عمره ما نسى الرحمة ولا الرفق ولا الهزار الجميل اللي يفتح القلوب ويشحنها طاقة إيجابية. الهزار والضحك السليم اللي ما فيهوش سخرية من حد ولا تقليل بيخفف عن الناس وبيدينا طاقة نكمل حياتنا. خليك كده مع أهلك، مع أولادك، مع أصحابك، عشان لو بتحب النبي بجد يبقى لازم تتشبه بيه.